بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها الاعتداء على مساجد المسلمين السنة في مدينة سنجار العراقية الموجودة أعلى جبل سنجار في شمال العراق. وجرى الاعتداء تحت حماية ميليشيات شيعية وأيضا ميليشيات يزيدية، بعض قال أن هذه الميليشيات اليزيدية هي تابعة لحزب العمال الشيوعي الكردستاني المعروف بالتركية ببيكاكا، وهم رفضوا عودة المسلمين السنة إلى المدينة. المسلمين السنة مهجرين من المدينة منذ سنوات عديدة، رغم أن هذه ديارهم وهذه أرضهم. الطائفة اليزيدية هي طائفة دينية تنتسب إلى شخص يسمى يزيد، ويزيد هذا كان من الخوارج الذين قتلوا عثمان بن عفان، ثم بعد ذلك أصبح في جيش سيدنا علي، ثم انشق على سيدنا علي وحاربه، وسنأتي لهذه الأمور. تعالوا نبدأ ونشاهد هذا المشهد الذي يحدث تحت بصر جماعات مسلحة، ونجد أن بعضهم ملثمين كما سنشاهد. الأزمة بدأت عندما عدت 25 عائلة مسلمة سنية، وحان وقت صلاة الظهر، فالمؤذن رفع الأذان لأول مرة في المسجد، فثارت ثائرة البعض: وأين الحرية الدينية؟ وأين التسامح الديني؟ وأشعلوا النار في المكان وكاوتشات إلى آخره. انظروا إلى عظمة الإسلام. هذه البلاد فتحتها جيوش المسلمين منذ 1400 سنة، ورغم ذلك سمحت بتواجد هذه الطائفة الدينية اللي هم اليزيدية، وعلى مدار 1400 سنة. البعض يقول أنهم يعبدون الشمس، البعض يقول أنهم يعبدون الشيطان. المهم هم لا يؤمنون بوجود جنة ونار، هم يؤمنون بتناسخ الأرواح، وهذه كانت عقيدة عبد الله بن سبأ، وعقيدة منتشرة في إيران وغير ذلك من هذه الأمور، ليس موضوعنا. لكن انظروا لسماحة المسلمين لما حكموا العراق 1400 سنة. سمحوا بالمسيحية، سمحوا باليزيدية، بالكلدانية، بالآشورية وغيرها، بينما هم لما حكموا بضعة سنوات فقط إذا بهم يقولون ليس من حق المسلمين السنة أن يعودوا لممتلكاتهم، وليس من حق المسلمين السنة أن يعودوا إلى مساجدهم، وهذا في ظل حماية جماعات شيعية مسلحة. يعني المنع في ظل حماية، لأن المدينة تحت سيطرة الميليشيات الشيعية التي تعرف باسم الحشد الشعبي والصوب الحج الشيعي، وأيضا موجودة تحت سيطرة ميليشيات من حزب العمال الشيوعي الكردستاني. حزب العمال الشيوعي الكردستاني بيضم مجموعة من الأديان والطوائف إلى آخره، إلا المسلمين السنة يعني، وبيدعو إلى عمل دولة دينية مسيحية فيها المهم شيوعية ملاحدة إلى آخره. هنا حضراتكم الأستاذ عمر الجنابي كتب ميليشيات مسلحة إيزيدية، والصواب يزيدية، لكن هنأتي الاسم يعني. رفقة مسلحين من حزب العمال يهاجمون جامع الرحمن في سنجار بسبب وجود عائلات نازحة عربية سنية داخل الجامع تستعد للعودة إلى منازلها. يعني العائلات يا جماعة تجمعت داخل المسجد إلى حين ترتيب البيوت، لأنه لما عادوا وجدوا هذه الميليشيات المسلحة تحتل منازلهم، فاتصلوا بالشرطة العراقية والجيش العراقي اللي هو تحت سيطرة الشيعة، يعني تعالوا أخرجوهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يضيف هذا أسلوب البلطجية في عمليات التغيير السكاني المتعمدة بالنظام السياسي الحالي في العراق ستستمر، ويبقى أسلوب بث الرعب ممنهجا للحكم بالعراق. هنا مدينة سنجار في أقصى شمال العراق كما نشاهد، وهي طبعا قريبة من الحدود التركية وقريبة من حدود سوريا، وهي منطقة جبلية. وطبعا هذه المناطق في شمال العراق دي مناطق جبلية، يعني فيها أديان وأعراق ولغات يعني بشكل لا تتخيله. هنا خريطة تكبير أكبر. هنا منطقة سنجار أو جبل سنجار،
كما تشاهدون أن المناطق اللي تحت سيطرة الأكراد، ولا الأكراد ولا حاجة، ده هو أمريكا عاملة ميليشيات، لكن الأكراد نفسهم مسلمين سنة مظلومين لا يحق لهم انتخاب أحد، فهم تحت سيطرتهم أربيل ودهوك والسليمانية. وطبعا منطقة السليمانية تحت السيطرة الإيرانية، يعني إيران تسيطر على هذه المناطق. وأربيل ودهوك دول يعني حكم ذاتي يعني، والسليمانية حكم منفصل. حكومة بغداد الشيعية هي قامت بالاستيلاء على مناطق طوس خمارتو، كركوك، مخمور، بعشيقة، الموصل، سنجار، وهذه المناطق. هذا الشريط الآن كان سابقا تحت سيطرة الميليشيات الكردية، ميليشيات علمانية يفترض أن هم مسلمين سنة، والآن أصبح هذا الشريط تحت سيطرة الميليشيات الشيعية التابعة لحكومة بغداد. هنا في موقع كردستان 24 أهالي سنجار، يعني واضح أن اللي كاتب الخبر متبني وجهة النظر اليزيديين، يعني يتظاهرون ضد قرار إعادة 25 عائلة عربية إلى القضاء أو المنطقة. يا جماعة فين التنوع العرقي والتنوع الديني واحترام الثقافات والأديان؟ وفي تفاصيل الخبر، بعد قرار وزارة الهجرة العراقية ومنظمة الهجرة الدولية إعادة 25 عائلة عربية إلى حدود سنجار، فخرج المئات من أهالي القضاء المنطقة إلى الشوارع والساحات تعبيرا عن رفضهم لتنفيذ القرار. وقالوا إن معظم تلك العائلات قدمت يد العون لتنظيم داعش أثناء مهاجمته على قضاء سنجار وارتكاب الفظائع بحق أهلها، لا سيما منهم اليزيديين. طبعا نلاحظ أنه في إصرار على كتابة اليزيديين إنها الإيزيديين يعني، وسنأتي لهذه المشكلة يعني. هنا حضراتكم الصور، انظروا لأمهاتنا في السيارات لا يستطيعون النزول منها لمجرد أنه مجموعة من البلطجية يقولون لا، أنتم بسبب عرقكم ودينكم ليس من حقكم أن تعودوا إلى بيوتكم وإلى أرضكم. أمر غريب جدا. هنا الأستاذ فتح الشبلي كتب: لا تزال الفتن الطائفية تطيح بأهل السنة في العراق، حيث اقتحمت مجموعات من الإيزيديين، وبرضه كاتب الإيزيديين خطأ، مساء الخميس اقتحموا مجامع المسلمين السنة في قضاء سنجار في مدينة الموصل العراقية بحماية الحشد الشعبي اللي هو الشيعي يعني، وقاموا بتخريبها وحرقها. جاء ذلك بعد أن بدأت الأسر السنية المهجرة تعود للقضاء. الأستاذ عبد الرحيم الشمري كتب: سنجار مدينة التعايش فيها العربي والكردي والإيزيدي. أيضا كتب الإيزيدي: محاولة بعض الأشخاص منع الآخر في العودة إليها يندرج ضمن مفهوم التعصب والطائفية. نطلب من كافة الأحزاب والجهات المسلحة رفع يدها عن سنجار وإبقاء الوضع تحت سيطرة قواتنا الأمنية البطلة اللي هي القوات العراقية اللي هي في الآخر يسيطر عليها الشيعة. كما نطلب من الإدارة المحلية في نينوى أخذ دورها الحقيقي في حماية السلم المجتمعي وإعادة جميع النازحين إلى مساكنهم في المدينة. طيب إدارة نينوى مسلمين سنة وليس بيدهم شيء، يعني ماذا يفعلون؟ إذا كان المسلمين السنة مهجرين من مدنهم عاجزين على العودة، يعني في مناطق الميليشيات الشيعية التابعة لإيران تسيطر عليها في المدن المسلمين السنة. طبعا جرى طرد المسلمين السنة من غالبية بغداد، يعني بغداد من 40 سنة كان غالبيتها مسلمين سنة، الآن أصبح المسلمين السنة أقلية. جرى طرد المسلمين السنة من البصرة، من الجنوب العراقي، يعني من العديد من المدن، حتى وصل الأمر إلى سنجار. يعني الآن سنجار ميليشيات شيعية موجودة فيها. طب سنجار ليس فيها شيعة. هنا حساب هيئة العلماء المسلمين في العراق كتب: ميليشيات يزيدية، كتبوا اسم الديانة صح، مرتبطة بالحشد الشعبي اللي هي الشيعة يعني، ويتحول اقتحام وتدمير جامع الرحمن في منطقة سنجار بهدف فرض مزيد من الفوضى ذات البعد الطائفي على المدينة. هنا حساب دلخواز قامشلي، يعني يبدو أن الاسم أنه ينتسب إلى قامشلي المدينة في شمال سوريا. فبيتحدث عن هذا الشخص ويقول: قاسم شوشو قائد الميليشيات اليزيدية في جبل سنجار الذي قتل رجال القرى العربية في سنجار وسبى النساء وأحرق الأطفال وحرق الشجر والأرض الزراعية وهدم الحجر. السؤال بقى: هل هو موجود على قائم الإرهاب والكلام ده كله؟ لا لا لا، خلاص يعني طالما بتقتل مسلمين سنة ما فيش مشكلة خالص للأسف الشديد يعني. هنا الأستاذ مجاهد الطائي كتب أنه بيجري تشكيل قوة جديدة داخل سنجار. قوة جديدة يعني مش في جيش وفي شرطة خلاص، لا، هيعملوا قوة تانية.
وعلى أن تكون من عناصر محلية من داخل المدينة، يعني يعملوا المدينة دي دولة، يعني لها جيش وقوة خاصة بها، وهتكون قوة حجم لواء ضمن قوات الحشد الشعبي اللي هو الشيعي يعني داخل سنجار، وهيكون حصرا على أبناء القضاء، يعني هتكون قوات يزيدية لكن رئاستها في بغداد رئاسة شيعية، وستتألف من 4 أفواج وغير ذلك يعني. وظاهرة منع المسلمين السنة من العودة إلى مدنهم متكررة جدا. هنا مثلا حضراتكم في منطقة اسمها الجرف في العراق، منطقة مسلمين السنة، المسلمين السنة يريدون العودة لها، يعني بيوتهم وأرضهم، فخرجت مظاهرة شيعية تقول لا، ليسوا من حقكم العودة، وحتى رفعوا يقولون يا خميس، يعني العائدين، يعني صلاتك في القمر أقرب من صلاتك في الجرف، يعني لن نسمح لكم أن تصلوا صلاة المسلمين السنة. أين التسامح الديني؟ أين التعايش؟ أين؟ والعراق يحكمها المسلمين السنة، مكان يحكمها الخلافة الراشدة، ويحكمها الدولة الأموية والدولة العباسية، وحكمها المسلمون السنة كل هذا، وسمح للشيعة بأن يعيشوا وعادي جدا. لكن عندما هم حكموا، أين بقى التعايش؟ وأين الإخاء؟ وأين عدل الإمام سيدنا علي؟ أين؟ هذا هو السؤال الذي نسأله. ختاما نأتي لاسم هذه المجموعة الدينية، يزيدية نسبة إلى يزيد أم الإزيدية؟ فأنا وجدت أنه أتباع هذه المجموعة الدينية يقولون نحن اسمنا يزيدية نسبة إلى شخص اسمه يزيد، لكن الأمريكان وأتباعهم والشيوعيين واليساريين مصممين على أن يسمونهم الإزيدية، يعني ليس من حقك أن تحرف اسم مجموعة دينية يا أخي، حاجة إحنا بنسمي أنفسنا مسلمين، فيأتي واحد يقول لا سنسمكم المحمديين، أمر غريب جدا. المهم، فلما قرأت طبعا اختلف في سبب تسميتهم إلى يزيد، والبعض يقول عبدة الشيطان، سنأتي لذلك. في كتاب الملل والنحل للشهرستاني إن هم ينتسبون إلى شخص اسمه يزيد كان من الخوارج، والخوارج هم إحدى الفرق التي انقسمت عن الشيعة، يعني الشيعة والخوارج في الأصل فرقة واحدة، لما ذهبوا وقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، هم بعد ذلك أصبحوا مكون من مكونات جيش سيدنا علي، وسيدنا علي لم يعاقبهم بسبب قتل عثمان، وهذا أدى إلى مشاكل بين سيدنا علي وبين الصحابة، وقال لا أستطيع، عددهم كبير إلى آخره. وبعدين انقسموا، هذه المجموعة انقسموا إلى ما يعرف بالشيعة وما يعرف بالخوارج، وبعضهم اتجه إلى هذه المنطقة، هم ينسبون إلى شخص يسمى يزيد، ولذلك هم ضد لعن يزيد. البعض يقول لا، هو نسبة إلى يزيد اللي هو سيدنا يزيد ابن معاوية الخليفة الأموي الذي قتل في عهده سيدنا الحسين، وهو بريء من قتل الحسين يعني. فيريدون تغيير اسم الطائفة من يزيد، من اليزيدية إلى إيزيدية فقط، حتى لا يكون مرتبط باسم سيدنا يزيد بن معاوية. تخيلوا. والسؤال يعني الحملة الشيعية على اسم يزيد، وهذا عار على المسلمين السنة ألا يسموا أبنائهم يزيد. فأنا أدعو المسلمين السنة أن نعود كما كنا قبل العصر الشيعي، يعني الدول الشيعية قامت 300 هجري، فمنعت اسم يزيد ومنعت اسم معاوية. لكن لما ترجعوا للعصر العباسي والعصر الأموي تجدوا اسم يزيد اسم شائع جدا، مثل اسم أحمد وإبراهيم الآن واسمه معاوية. لكن الشيعة عملوا أنه نهي وتجريم أنه هذا الاسم لا يستخدم. حتى السلاطين العثمانيين رحمهم الله نجد سلطان اسمهم بيزيد، يعني أبو يزيد، وهو سيدنا معاوية رضي الله عنه. فالسؤال أنك تجد أكبر مجرم معروف في التاريخ يعني جنكيز خان، ثم تجد اسم جنكيز منتشر في تركيا عادي جدا. تيمور الذي ذبح ملايين المسلمين وارتكب مجازر كثيرة بما فيها مجازر بحق المسلمين الأتراك، واسمه يستخدم. عبد الرحمن بن ملجم قاتل سيدنا علي، ما اسمه يستخدم، يعني لماذا لم يتم التوقف عن استخدام اسم عبد الرحمن؟ وقاتل سيدنا عثمان اسمه عبد الله بن سبأ واسمه يستخدم. لكن تجد
إنه حتى اسم يزيد كأنه خلاص يعني صار خاص بيزيد يعني. وهو طبعا شرف للمسلمين أن يكون خليفتهم يزيد بن معاوية رحمه الله، الذي تصدى لمحاولات الانقلاب على الدولة، لأنه قتلة عثمان الموجودين في الكوفة كانوا يريدون، قالوا لسيدنا الحسين تعالى احنا نجعلك خليفة، وكانوا يريدون إعادة الكرة التي حاولوا أن يفعلوها عندما قتلوا عثمان بن عفان. والهدف أنه كان في 7 مصاحف فقط، سيدنا عثمان وزع 7 مصاحف، فكان يمكن السيطرة على هذه المصاحف والاستيلاء عليها في تلك الفترة وينتهي القرآن. لكن الله شرف معاوية بن أبي سفيان أن يقف ضد هذه المحاولة، وشرف ابنه يزيد أن يقف ضد تكرار هذه المحاولة، ولذلك اللعن والشتم في يزيد ومعاوية كثير، والشتم وهم يشتمون عثمان، ثم يشتمون عمر، ثم يشتمون أبو بكر الصديق، كل الصحابة، يعني كل الصحابة كفروا وكلهم طمعانين وكلهم. إنما هناك جريمة ارتكبها الصحابة وارتكبها المسلمين السنة من بعدهم، وهي أن المسلمين السنة هم حملة القرآن، المسلمين السنة هم حفظة القرآن، المسلمين السنة هم الذين يقولون القرآن كتاب الله معصوم صحيح 100%. أما الشيعة فيقولون لا يهم وده كتاب محرف وشيء من هذا القبيل. لذلك الشتم واللعن شمل كل المسلمين إلى أن وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لو شتموا الرسول فيكون بذلك قد أخرجوا أنفسهم من دائرة الإسلام، وهم يريدون أن يظلوا داخل دائرة الإسلام حتى يظلون داخل القلعة ويسقطون القلعة من الداخل. فماذا يفعلون؟ لكن يكرهون الرسول ويريدون شتمه، لأن هذا الرسول هو الذي نزل عليه القرآن الكريم. فشتموه من خلال زوجاته، فشتموا ولعنوا زوجات الرسول واتهموا زوجات الرسول بالزنا وحاجات، يعني هو اتهام للرسول بالدياثة. إذا أنت ذهبت إلى رجل وقلت له زوجتك زانية فأنت تقول له أنت رجل ديوث. فالشيعة يشتمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهمونه بأنه ديوث، ويقولون نحب الحسين. تحبون الحسين ثم تشتمون جده وتقول إن جد الحسين ديوث. تقول نحب علي ولكنكم تشتمون سيدنا علي حينما تقولون إنه ابن عمه اللي هو الرسول ديوث والعياذ بالله، وعندما تقولون إنه هو تزوج من ابنة رجل ديوث والعياذ بالله. ما معنى إنه ملال الشيعة بيشتمون السيدة عائشة وزوجات الرسول على المنابر؟ كل زوجات الرسول كفار يا أخي عندهم، وحتى يقولون فاطمة أفضل من خديجة، يعني أفضل من أمها اللي هي من السابقين الأولين في الإسلام. وإحنا بنسأل يعني هم أبناء النبي ليس لهم قيمة؟ يعني ابن النبي اسمه إبراهيم، صار سيدنا الحسين أفضل من سيدنا إبراهيم ابن النبي؟ وإذا كانت الأفضلية بالدم فهناك رجال أفضل من الحسين، وهم إبراهيم فهم من صلب الرسول من النسب المباشر، والقاسم ابن الرسول. وإذا كان هناك سيدان للجنة بسبب قربهما للرسول فهم القاسم وإبراهيم، وليس الحسن والحسين. ولا تزعلوا نفسكم، وكفاية أحاديث الشيعية، زهقنا من الأحاديث الشيعية. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا كتاب الملل والنحل للشهرستاني. لذلك أنا أقول المشايخ المسلمين السنة للأسف روايتهم للتاريخ خطأ لعدم إلمامهم بكتاب الفرق. إذا قرأتم كتب الشيعة وكتب الفرق هتكتمل الصورة التاريخية الكاملة للصراع الذي جرى في عهد سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما. أرجو الاستماع لهذا الكتاب. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر، ورابط قناة على التليجرام. أرجو الاشتراك في القناة. هنا قناة فيديوهات الوثائقيات التاريخية، أرجو أن تشاهدوها الأئمة في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.